السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيت أشارك معاكم تجربتي الشخصية في عمل الحنة. النهاردة هنعملها بطريقة جميلة جدا، هنعملها بطريقة التخمير، وكمان هنضيف لها مجموعة من الأعشاب تحفة. مهما كان في مشاكل في شعرك، سواء شعرك هايش، في تجاعيد، شعرك بينزل بصورة رهيبة، شعرك خفيف، الحنة بالطريقة دي هتحللك جميع مشاكل الشعر، وكمان هتخلي شعرك انسيابي وجميل جدا. هنضيف لها مجموعة من الأعشاب قبل التخمير، وفي كمان مواد هنضيفها بعد التخمير. تابعي الفيديو للنهاية عشان تعرفي المقادير اللي هنضيفها بعد التخمير. واتمنى منك لو اول مرة بتشوفيني، انا عزة ودي قناتي، ياريت لو عجبتك الوصفة ما تنسيش اللايك وكومنت حلو منك كده شجعنا الاستمرار. ويلا بينا على الفيديو نشوف الطريقة هنعملها ازاي. هنحتاج لحلة هنضيف فيها معلقتين كبار كده من الروزماري، والروزماري ده مكون اساسي عايزة اقولك تحفة للشعر. هنضيف كمان معلقة كبيرة من الحلبة بتغذي الشعر جدا، وهنضيف معلقة من القرنفل او المسمار، ده بيعمل على انبات الشعر بصورة رهيبة. هنضيف كده معلقة كبيرة من البابونج، ده بتلاقيه موجود عند العطار، بتقولي له عايزة ب5 جنيه بيديك الكمية اللي انت شفتيها دي. كمان عود من القرفة، لو عندك قرفة بودر استعمليها. وهنضيف معلقة كبيرة كده من حبوب الرشاد وحبوب الخردل، تحفة في الوصفة، بيخلي الشعر كده انسيابه وجميل جدا. هنضيف معلقتين كبار من الكركديه، لو حابة تزودي مفيش مشكلة براحتك. وهنضيف معلقة كبيرة من الزعتر، طبعا لو شعرك طويل هتعملي كميات اكبر من كده. وهنضيف كده واحده من البنجر ده كان عندي في الفريزر. دلوقتي هضيف كوبايتين من الميه، لو شعرك طويل زي ما قلتلك هتضاعفي الكميه. تقدري كمان تضيفي بصل وتوم بقشرهم، بس انا بصراحه في الوقت ده كنت عامله حمام لشعري او ماسك لشعري، كنت عامله بالبصل والثوم، بتعصريهم كده وبتاخدي الميه بتاعتهم وتدلكي بيهم فروه شعرك تحفه. ضفت كمان معلقه كبيره كده من الحبه السوداء او حبه البركه. واخر حاجه هنضيفها معلقه من بذور الكتان. بذور الكتان بتخلي شعرك انسياب وجميل جدا، كلنا عارفين ان الحنه بتنشف الشعر، بذور الكتان هتطريه وهتخليه جميل جدا. فهغطي الحله وهرفعها على البوتاجاز وهسيبها لحد ما تغلي لمده 5 دقايق بس. شايفين لون الميه ما شاء الله اللهم بارك لونها. وخلاص كده الخليط بقى جاهز معايا. دلوقتي هغطيه عشان الزيوت الطياره نستفاد بيها كلها، وهسيبه لحد ما يهدى تماما. وخلاص كده بعد ما يهدي دلوقتي هنبدا نصفيه. شايفين لون الميه اللهم بارك لونها تحفه وجميل جدا، عايزه اقولك هتديكي نتيجه رهيبه للون شعرك. هنصفيها بالطريقه دي. طبعا باقي الكميه دي هصفيها كويس جدا، وكمان هصفي الاعشاب دي من اي ميه فيها، ولو احتاجت ميه كمان هزود ميه عاديه جدا من الحنفيه. دلوقتي هنبدأ نجهز الحنة مع بعض. هتحطي كمية الحنة على حسب شعرك. الكمية اللي انا حطاها دي 10 معالق، وكمان عليهم معلقتين من اوراق السدر. بجيب ورق السدر كده وبطحنه في البيت في مطحنة الخلاط، بيطحن معاكي بكل سهولة. كمان هنزود دلوقتي نص كوباية زبادي، ولو حابة تضيفي الكوباية كلها براحتك مفيش مشكلة، بس انا كنت بصراحة واخدة نص الكوباية، كنت عاملة بيها وصفة تاني. الزبادي بيطر الشعر وجميل جدا. ودلوقتي هنبدأ نعجن الحنة. مش هنضيف زيت يا بنات، لو انت حابة تدي شعرك لون. لو ضفت زيت الحنة مش هتلون شعرك، انما بصراحة انا مش بضيف زيت، بحب شعري كده بياخد لون، بيبقى لونه تحفة. هنقلب كده وهنعجن، وزي ما قلت لك لو احتجت مية تاني على الخليط اللي انا عملته ده هزود، بس مش عايزاها تبقى طرية قوي ولا ناشفة قوي تبقى زي الحجر على دماغك، ولا طرية تسيل من عليك كده وتغلبك وتتعبك. خليها وسط. هقلب كويس جدا بحيث ما يبقاش فيها اي تكتلات. وخلاص كده هغطيها وهسيبها لمدة 6 ساعات، وتقدري كمان تبيتيها لتاني يوم، بتبقى النتيجة اللهم بارك روعة. خلاص كده دلوقتي هغطيها وهركنها لمدة 6 ساعات، وهنرجع نشوف هنضيف عليها ايه كمان. وخلاص كده بعد 6 ساعات رجعنا مع بعض. شايفين لون الحنة اللهم بارك، لونها تحفة وجميلة جدا. دلوقتي هنضيف عليها عصير نص ليمونة عشان تثبت اللون، ولو انت مش حابة الليمون تقدري تضيفي معلقة من الخل. هنضيف عصير نص ليمونة بس ما تكتريش عشان ما ينشفش شعرك. وكمان هنضيف بيضة. لو شعرك ناشف وجاف ضيفي صفار بيضة، بس لو شعرك عادي ضيفي بيضة كاملة. ضفت البيضة كاملة وهقلب كويس جدا. وبعد كده لازم تحط الحنة يا بنات على شعر يكون نظيف، تكوني غسلاه من اي زيوت فيه، وتنشفيه من الميه، بس ما تنشفوهوش قوي، سيبي شعرك كده يكون مندي شويه بالميه. وبعد كده هتحط الحنه، هتسيبيها مش اقل من 7 ساعات. بشوف ناس كتير جدا بتقولك ساعتين، بصراحه شعرك مش هيلحق يستفاد من الحنه ومن الاعشاب اللي احنا حاطينها. سيبي الحنه على شعرك 7 ساعات، مش اقل من كده. ان شاء الله طريقتي في الحنه تكون نالت اعجابكم، وتدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شايفين شكل الحنه ما شاء الله تحفه. بحطها على شعري وبسيبها بصراحة 7 ساعات 8 ساعات، بسيبها الوقت طالما انا فاضية وما فيش حاجة ورايا بسيبها براحتي. وبعد كده بغسل شعري بنشفه من المية، وابدأ كده اعمل له حمام ببذور الكتان وبذور الشيا وصفار البيض والمايونيز، حاجة كده اللهم بارك. عايزة اقول لك شعري كأنك كويان. ان شاء الله هنزل لكم طريقة الماسك، ان شاء الله هيعجبكم جدا، واتمنى تدعموني باللايك، واشوفك في فيديو جديد. باي.